برج العقرب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على توقعات الاسبوع الثالث من شهر اغسطس 2026، واللي بيبدأ معانا من يوم 15 اغسطس لحد يوم 22 اغسطس. الاسبوع ده بالنسبة لكم يا اصحاب برج العقرب هيكون اسبوع مهم جدا، مليان طاقات متضاربة، وفي ايام محتاجة منكم حذر جامد جدا، وايام تانية هتقدر فيها كده تحقق انجازات كبيرة. الاسبوع ده هيكون مليان فرص لاستعادة الاستقرار، لكن برضو مليان تحديات ومشاكل محتاجين كده نكون واعيين فيها عشان نتجنبها. فتعالوا كده ناخد نفس عميق وندخل في التفاصيل على طول. الأول خلينا كده نفهم ايه الوضع الفلكي العام في الأسبوع ده. الأسبوع ده هيكون في تأثيرات فلكية مهمة جدا، وخليني كده أقول لكم ايه هي بالظبط. المريخ حاكم برجك موجود في برج السرطان، هو عامل تربيع مع الزهرة في برج الميزان، وتربيع مع نبتون وزحل في برج الحمل. وده هيأثر على أعصابكم بشكل كبير جدا، وهيخليكم كده سرعين في الغضب ومتوترين كمان. أما الشمس موجودة في برج الأسد، وعطارد في برج الأسد، والمشتري في برج الأسد، وده داعم قوي جدا للتواصل والتفكير. الزهرة موجودة في برج الميزان، وده بيدعم العلاقات والحب. أما بلوتو متراجع في برج الدلو، وراهو في برج الدلو. يعني باختصار كده عندنا طاقة كده قوية جدا، لكن برضو عندنا توتر وضغط نفسي كبير، ومحتاجين نكون واعيين عشان نستغل الأيام الحلوة ونتجنب الأيام المقلقة. طيب ايه بقى الطاقة العامة للأسبوع ده؟ الطاقة العامة للأسبوع ده يا عقرب هي إنك هتلاقي نفسك كده مضغوط جدا، وجاي كده على أعصابك، خصوصا بقى في موضوع خايف إن صورتك تتهز فيه، أو سمعتك تتأثر، أو أي حد يجيب سيرتك في حاجة مش كويسة. هتلاقي نفسك قلقان على مستقبلك، خايف من نظرة الناس ليك، عايز تبان كده بمظهر لائق جدا قدام الناس كلها. الأسبوع ده هيكون عندك رغبة قوية في إن أنت تراجع نفسك وتحاسبها كمان، وتدور على أي حاجة تعلي من شأنك وتظهرك بشكل كويس قدام الناس. هتلاقي نفسك كمان بتفكر كتير في أمورك المادية والالتزامات المالية، وإزاي تظبط مصاريفك وترد حقوقك، وتسترجع كمان ممتلكاتك، أو تاخد حقك في الميراث. الأسبوع ده هيكون عندك كده حسابات كتير وتفكير عميق جدا، وعايز كده تتحكم في كل حاجة وتكون في أمان تام. طيب ايه بقى الأيام اللي ناخد بالنا فيهم كويس؟ الأيام اللي ناخد بالنا هي أيام 15 و16 ونهار 17. القمر هيكون في برج الميزان، وده المنزل ال 12 بتاعك، ومع التربيعات بقى اللي موجودة ده يخليك في حالة حساسة جدا. في الأيام دي خلي بالك جدا من أي شخص بيحاول يبتزك عاطفيا، أو يوهمك بالحب أو رجوع أو أي حاجة فيها تلاعب بمشاعرك. في ناس هتحاول تأثر عليك بالسلب وتستفزك كمان وتحطك في مواقف مش لذيذة خالص، أو تاخد منك كده طاقة سلبية. فخلي بالك بقى من اللي بيحاول يتحكم فيك ده، أو يأثر على نفسيتك، أو يوهمك بحاجة وحشة. في ناس كمان بتبقى عايزة تشحنك كده بطاقة سلبية عشان تضعفك. فخليك واعي وابعد عن أي موقف مش مريح. الأيام دي مش مناسبة لأي قرارات مصيرية أو أي خطوة جديدة. خليك بقى في حالك وركز في شغلك وبس، وابعد عن أي حد بيحاول يضايقك. طيب ايه بقى الأيام الحلوة والذهبية؟ عندك مساء 17 و18 و19. القمر هيكون في برج العقرب عندك، وده بيعمل تناغم كبير جدا مع المريخ حاكم برجك، وده هيديك طاقة قوية وإيجابية كمان. في الأيام دي هتقدر تنجز كده حاجات كتير، تخلص اللي وراك، تلاحق أهدافك، تثبت وجودك كمان واستقرارك، وتكون مميز جدا. الأيام دي مناسبة جدا لأي حاجة مهمة، أي مشوار، أي إجراء، أي لقاء. الأيام دي كمان مناسبة لحل المشاكل، خصوصا لو كنت عايز تصلح علاقة أو تاخد قرار مصيري. هيكون عندك كمان قدرة على التفكير بوضوح وتاخد القرارات الصح. فاستغل بقى يا عقرب الأيام دي في أي حاجة كده عايز تنجزها، عشان دي هتكون في صالحك جدا، وخصوصا لو كنت عايز تاخد خطوة مهمة في حياتك. طيب يوم 20 بقى و21 و22، القمر هنا هيكون في برج القوس، وده هيديك طاقة حركة وتفاؤل، لكن برضو مش أحسن حاجة. الأيام دي مناسبة للإنجاز، بس برضو خلي بالك من التسرع وركز في شغلك وبس، وخلص اللي وراك.
طيب تعالى بقى نتكلم في الجانب المهني، لأنه هيكون من أهم الحاجات اللي هتشغلك في الأسبوع ده. الأسبوع ده هيكون عندك رغبة قوية جدا في إن أنت تحط النقط على الحروف في شغلك، وتكون مستقر، وتوصل لإدارة، وتثبت كمان عقدك، وتاخد حقك في شغلك. هتلاقي نفسك بتسعى كده لتقديم أوراقك وتثبت نفسك، وتكون واضح جدا في تعاملاتك. بس خلي بالك من المسؤوليات، ما تحطش نفسك تحت طائلة مسؤوليات كده مش بتاعتك خالص، وما تاخدش قرارات توديك في مشاكل قانونية. الأسبوع ده مش مناسب للمجازفات، لكن مناسب جدا ان انت للتثبيت والاستقرار كمان على فكرة يا عقرب. لو كان عندك بقى حق هتوصل له، ولو كان عليك حق هيتاخد منك. الأسبوع ده هيكون في صالح العدل بس، فخليك خليك منصف. طيب نيجي بقى للجانب القانوني والمالي، لأنها برضو مهمة جدا خلال الأسبوع ده. في تركيز كده على الجانب القانوني والمالي، وفي بشرة لأصحاب برج العقرب. الأسبوع ده هيكون فيه فرص لاسترجاع الحقوق، واستقرار مالي، ووضوح كمان في الأمور القانونية. لو كان عندك مشكلة أو نزاع أو قضية هتقدر توصل لحلول، وتكون كمان في أمان. بس برضو خلي بالك يا عقرب، لأن الأسبوع ده كده مش مناسب للمجازفات القانونية أو الدخول في أي حاجة مش واضحة. خليك بقى في حدودك كده واتبع القانون. طيب تعالى بقى في الحتة العاطفية، لأنها مهمة جدا في الأسبوع ده وفيها تحذيرات كتير. في الأيام المقلقة اللي هي 15 و16 ونهار 17، خلي بالك من أي حد بيحاول يلعب كده على مشاعرك، أو يبتزك عاطفيا، أو يوهمك بحاجة مش حقيقية خالص. ما تخليش أي حد يستغلك يا عقرب، وخليك واعي. كمان الأسبوع ده هتلاقي نفسك بتفكر كده كتير في الماضي، بتقارن بين العلاقات، وبتخاف كمان ان اللي حصل قبل كده يتكرر تاني. فحاول ما تخليش الخوف من الماضي يتحكم فيك، وافتكر ان كل علاقة مختلفة، وان في ناس كويسة وناس مش كويسة. في ناس هتحاول ترجع ليك من الماضي او تفتح مواضيع قديمة، فخليك واعي جدا وخد قراراتك بهدوء. الاسبوع ده مش مناسب خالص للبدايات العاطفية الجديدة. حاول بقى تستنى كده الاسبوع اللي وراه عشان تشوف الشخص على حقيقته. طيب يا عقرب، خلي بالك من التلاعب العاطفي زي ما قلنا في الأيام المقلقة، وما تخليش أي حد يستغلك أو يلعب على مشاعرك. وابعد عن الناس المستفزة. أي حد بقى يحاول يضايقك يستفزك ابعد عنه فورا. سكاتك في الوقت ده من ذهب. استغل كمان الأيام الذهبية اللي هي مساء 17 و18 و19 أغسطس. استغلهم كده في الإنجازات والقرارات المهمة. ما تفكرش كتير كمان في الماضي، الماضي ده مش هيتكرر أساسا. فخليك واثق بقى في نفسك وخد قراراتك بهدوء. وخليك كمان في حدودك يا عقرب، ما تاخدش مسؤوليات مش بتاعتك، وما تدخلش في أي حاجة مش واضحة. العدل قائم، لو عندك أي حق هتاخده، ولو عليك حق هيتاخد منك. فخليك منصف يا عقرب. يا عقرب، الأسبوع الثالث من أغسطس 2026 هيكون أسبوع مليان طاقة متضاربة لبرجك. في أيام محتاجة حذر من التلاعب العاطفي والضغط النفسي، وأيام ذهبية للإنجاز والاستقرار كمان. هيكون عندك فرص لاستعادة الاستقرار المادي والقانوني وتثبيت نفسك في شغلك، لكن برضو محتاج إن أنت تكون حريص من الناس اللي بتحاول تستغلك. فخليك واثق في نفسك، واستغل الأيام الذهبية وابعد عن الأيام المقلقة، وربنا بإذنه هيكرمك. ربنا معاكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. أتمنى لكم أسبوع سعيد ومليان خير وبركة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. أشوفكم على خير في توقعات جديدة. باي باي.